السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ ونعود إليكم من جديد مع الأنمي المفضل إلينا جميعا، ألا وهو طوكيو ريفنجرز الموسم الثاني. بتبدأ الحلقة الأولى بنهاية الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، وهي أن كيساكي تيتا موجه المسدس لراس تاكاميتشي بعد ما قتل صاحبهم التاني. وإذ فجأة يا صديقي النور بيضلم وبنسمع ضرب، وبنلاقي بطلنا فجأة مرمي في الشارع. هو في إيه يا صديقي؟ الحلقة الأولى بدأ سخنة جدا يا صديقي، وحضر نفسك بقى يا صديقي ليه اللي هيحصل ده. إن تاكاميتشي يلاقي كازاتورا بيكلمه، وده صاحبهم اللي اتسجن بسبب قتله لباجي. لو الغريب إنه بدأ يضرب بطلنا مرة تانية، هو كله ضرب 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 يا صديقي. ما حد يفهمنا حاجة يا جدعان؟ يحصل زي فلاش باك كده علشان نفهم الدنيا، ونفهم منه إن تشيفويو صاحبهم اللي لسه مقتول في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول كان أول واحد يستقبل صاحبهم اللي لسه طالع من السجن، وحكى له ان تومان بقت سيئه جدا وانها ضلت الطريق. وهنا كان كازاتورا مخنوق من تاكاميتشي من انه حول تومان لعهده الطبيعي الى الطبيعه الاجراميه الكامله، بما ان طبعا يا صديقي زي ما احنا عارفين كلنا ان تاكاميتشي كان قائد الفرقه الاولى في تومان، وقال كمان ان دراكن دخل السجن واتحكم عليه بالاعدام ومفيش حد عارف مكان مايكي. وقرروا الاثنين انهم يستعيدوا تومان من جديد وهيصححوا طريقهم من جديد. وبدأ تاكاميتشي انه يسأل صاحبه ده هو ايه اللي حصل يا صديقي يوصل تومان لكده، وطبعا عمل اهبل اللي هو ازاي قائد الفرقه الاولى يا صديقي من عصابه تومان وبتسأل السؤال الغبي ده. المهم رد عليه وقال له ان مايكي هو السبب وهو اللي اتغير. واكمل كازاتورو كمان بان امبارح يوم ما كان كيساكي تيتا ده مكلبش الاثنين عنده، حتى الاثنين من مؤسسي تومان اتقتلوا. وعلى حسب كلام كازاتورو كمان ان مايكي بدأ بتطهير مؤسسي تومان القدامى، واتضح ان كل ده بسبب ارتباطه بكيساكي تيتا وعصابه التنين الاسود. ما نعرفش حاجه عن التنين الاسود ده، بس هنحكي قدام وهنعرف كمان حاجات كتير قدام. واكمل كلامه ان اما العصابه التنين دي انضمت الى تومان، ومن ساعه انضمامها يا صديقي وهي غيرت مايكي للأسوأ، وكانت فلوسهم الكتيره هي السبب الرئيسي لتغيير مايكي. وقال له كمان ان شيفويو اتقتل لانه حاصر كيساكي تيتا وكان هيفضحه. وحضر نفسك يا صديقي للمفاجأة دي، تشيفويو وكازاتورو كانوا شغالين مع ناوتو الشرطي اخو هيناتا حبيبة تاكاميتشي، وان كيساكي هو اللي امر بقتل هيناتا. وهنا يا صديقي وصلوا علشان يقابل ناوتو، وكان تاكاميتشي فرحان انه شاف ناوتو حبيبه واللي عارف سره. ولكن يا صديقي حضر نفسك للي هيحصل ده، ناوتو حط الكلبشات في ايد تاكاميتشي بتاعه بتهمة التحريض على القتل. واول ما راحوا السجن بدأ ناوتو يفهم تاكاميتشي ايه اللي تم، ووراه فيديو متسرب لتاكاميتشي بانه هو كان بيأمر اكون ابو شعر احمر صاحبه ده بانه يقتل هيناتا. يا صديقي اللي بنسمعه ده، تاكاميتشي هو اللي امر اكون بانه يقتل هيناتا؟ ما هذا العبث يا صديقي؟ انت متخيل يا صديقي هذه الصدمة؟ وهنا انهار تاكاميتشي من اللي سمعه طبعا، لكن ناوتو هدى تاكاميتشي وقال له ان كيساكي تيتا مهووس بيك وبهيناتا. وهنا ناوتو استغل الفرصة بشوية المعلومات اللي قالها دي لتاكاميتشي وسلم عليه ورجعه للماضي تاني علشان مفيش وقت نلعب في الموضوع تاني. بتبدأ الحلقة التانية بين تاكاميتشي أول ما يرجع في الزمن لقى نفسه بيلعب بولينج، هو واقف جنبه واحد اتعرف عليه ألا وهو نائب قائد القطاع الثاني هاكاي شيبا. ده مهم جدا في القصه بتاعتنا، خدوا بالكم. ويتضح ان هاكاي ده من عصابه التنين الاسود، وبدا الاثنين ينافسوا بعض في البولينج، واصبح الاثنين اصدقاء في ساعات معدوده. وهم رايحين البيت هم الاربعه، اذ بهم بيقابلوا عصابه التنين الاسود، واذ بهم كمان يقابلوا كوكوناي هاجيمي قائد نخبه التنين الاسود الجيل العاشر، ويقول لهم دي منطقه التنين الاسود، اي حد من تومان هيتمسك في المنطقه دي وهيدعك ويتقتل. لكن هنا هاكاي بيدافع عن تاكاميتشي وبيقول لهم ايه اللي هيلمسه هيتقتل يا صديقي. ويثبت هاكاي اصلا ما يديش فرصه للعصابه دي ويهجم هو الاول عليهم ويفتك بهم. وبعديها بيعتذر هاكاي لتاكاميتشي على اني ركز كده اخوه هو زعيم عصابه التنين الاسود اللي اسمه تايجو شيبا. لكن بيظهر هنا الاخ الاكبر تايجو شيبا في الخناقه دي ويبدا بضرب تاكاميتشي. هو تاكاميتشي ده مش عارف انه يتضرب، وبعد ما يضربه يأمر اخوه الصغير اللي هو هاكاي اللي هو المفروض صاحب تاكاميتشي بانه يضرب بطلنا لحد الموت. وبيبدا الاخ الصغير بيعتذر لشيبا بان تاكاميتشي ما يعرفش ان المكان ده تابع للتنين الاسود، والاخت الصغرى اللي هي يوزوها لسه هتحاول تناقش مع اخوها الكبير شيبا تاخد بالقلم هي كمان. ويبدا شيبا بفشخ تاكاميتشي بنفسه ويعدمه العافيه، وتتدخل هيناتا في محاوله توقيف شيبا عن قتل بطلنا. وهنا يقرر هاكاي انه هيسيب تومان علشان يخلي اخوه يتوقف عن ضرب بطلنا، وانه سينضم الى التنين الاسود. وبالفعل يا صديقي بيسيبه،
ياخد بطلنا للمستشفى علشان يتعافى ويسترد طاقته، ويبدأ يا صديقي بيفكر في اللي قاله له كازوتورا إن هاكاي هيقتل أخوه شيبا في المستقبل، وإن لو ده حصل وقتل أخوه وانضم بعديها لتومان ده هيحقق المستقبل اللي هم بيهربوا منه أساسا. وفضل يفكر بطلنا هيعمل إيه، ويتفاجأ بطلنا إن شلته كلها قاعدين بيلعبوا كوتشينة جنبه، وإن كمان تشيفويو موجود في المكان، ويشرح لهم تشيفويو قوة عصابة التنين الأسود ألا وهي فرقة جرائم القتل. وطلب بعديها تشيفويو من تاكاميتشي انه يتكلم معاه على انفراد، وهنا اعترف له تاكاميتشي بكل حاجه وانه يعرف يرجع للماضي وكده، وانه جاي ينقذه من مقتله على يد كيساكي تيتا. لكن بعديها قال له تاكاميتشي انه بيضحك وبتاع وقفل على الكلام. لكن يا صديقي وحضر نفسك، صدقوا تشيفويو وراحوا ياكلوا، واتفقوا هما الاثنين على انهم هيتحدوا ويواجهوا هما الاثنين عصابه التنين الاسود. ويوصل بعديها تاكاميتشي وهاكاي لرؤساء تومان وعلى راسهم مايكي، وبداوا يوجهوا اتهاماتهم على هاكاي بانه جاسوس وانه شغال مع عصابه التنين الاسود اللي بيرأسها اخوه الاكبر. وهنا نزل هاكاي على ركبته وكلم مايكي وطلب منه انه هيسيب تومان. وهنا يا صديقي اعترض تاكاميتشي على الكلام ده، لكن كله كان هيضربه. وهنا مايكي كلم ميتسويا بان هاكاي تحت قيادته وهو اللي عليه يوافق او يعترض على حته ان هو يسيب تومان. وهنا يفكر ميتسويا كثيرا ويفجر المفاجأة الكبرى ولا يسمح بان هاكاي يمشي من تومان. بتبدأ الحلقة بأن الأربعة تاكاميتشي وميتسويا وهاكاي وتشيفويو راحوا لتايجو شيبا علشان يتكلموا معاه في حوار هاكاي أخوه الصغير. وفي أول كلام ميتسويا قال له إنه هيسيب هاكاي ينضم لعصابة التنين الأسود، لكن في المقابل يا صديقي طلب منه يطلق سراح يوزوها أختهم الصغرى. تايجو طبعا اتنرفز ووجه ضربة لأخوه هاكاي، لكن ميتسويا أوقفها ببراعة وكرر كلامه مرة تانية إنهم هيسيبوا هاكاي ينضم للتنين الأسود، لكن لازم يطلقوا سراح يوزوها. ولو تايجو رفض هتكون في خناقة كبيرة بين العصابتين، ووافق تايجو على الموضوع ده وأطلق سراح يوزوها. ومن هنا يا صديقي عرف تاكاميتشي إن هاكاي هيقتل تايجو لأنه بيحمي يوزوها أختهم. وبعدها وصل له هاكاي وبدأ يتكلم معاه إنه مش هيعرف يقابله مرة تانية علشان هو هينضم للتنين الأسود، وبدأ يحكي له عن تاريخ أخوه تايجو وعن صفاته. وهنا يفجر القنبلة ويخبر تاكاميتشي إنه قرر خلاص إنه هيقتل تايجو. هتبوظ كل حاجة يا ابني ليه؟ المهم قال لهم الكلمتين دول ومشي. وهنا بدأ تاكاميتشي وتشيفويو يشوفوا هيعملوا إيه في المصيبة دي، وقرر الاتنين إنهم هيسحقوا عصابة التنين الأسود. وبالفعل يا صديقي راحوا عملوا اجتماع على الضيق كده مع قادة تومان من غير مايكي، وقالوا لهم انهم عاوزين يهجموا على عصابة التنين الاسود. لكن كان دراكن رافض الموضوع ده جدا وقال لهم انتوا كده هتخرقوا الهدنة اللي لسه عاملينها معاهم. وانتهى الاجتماع وقعد تاكاميتشي وتشيفويو يتكلموا ازاي هيسحقوا التنين الاسود لوحدهم بدون دعم القادة. لكن يا صديقي وحضر نفسك للمفاجأة دي، بيظهر لهم مين بقى؟ كيساكي تيتا الثعبان. طبعا اول ما تشيفويو سمع صوته قام وكان هيتخانق معاه، لكن والانقح بقى كمان ان هان ماتشوجا هو كمان كان مع تيتا. هو في ايه يا صديقي كلكم علينا ولا ايه؟ وهنا تيتا فجر قنبلة بكلماته الا وهي ان عنده جاسوس جوه التنين الاسود شغال معاه. وبالفعل يا صديقي راحوا وقابلوا الجاسوس ده، لكن يا صديقي المخبر ده او الجاسوس ده كان اهبل، وكان قادة التنين الاسود اكثر دهاء، وكانوا مراقبينه وطبوا عليهم في الاجتماع بتاعهم ده. لكن يا صديقي وحضر نفسك لكن دي الغريب ان اللي وصل لهم ده قال لهم لو هتدفعوا بس 100,000 كده زيادة هقول لكم على كل حاجة. وبالفعل تيتا اداله الفلوس، وبدأ الخاين التاني ده يقول لهم المعلومات عن تايجو، وان في يوم 25 ديسمبر هيكون تايجو لوحده تماما، ويكون في الكنيسة لوحده كمان. وبكده يا صديقي كلهم عرفوا امتى تايجو هيكون لوحده، وبالتالي عرفوا امتى هاكاي هيهجم على اخوه علشان يقتله. وقرروا انهم الاربعه هيوقفوا هاكاي ويدمروا هما بنفسهم تايجو. وبتبدا الحلقه بان الاربعه بيتفقوا على يوم الميلاد المجيد اللي هو يوم 25 ديسمبر انهم هيوقفوا فيه هاكاي وتايجو. لكن تيتا يفجر مفاجاه الا وهي يا صديقي ان ممكن مايكي لا يصمد لحد الفتره دي، وكان كل ده بسبب موت باجي كما كلنا نعلم. وهنا مشي تيتا وكان مستني قرار تاكاميتشي علشان يشوفوا هيعملوا ايه.
كانت شيفويو معترض على اتحادهم مع كيساكي تيتا ده طبعا علشان هو كان السبب في كل حاجة أصلا، لكن ما باليد حيلة يا صديقي، وأقنعه تاكاميتشي بالتعاون معه، وراحوا بالليل لكيساكي تيتا ووافقوا على التعاون معه. تاني يوم يقابل هيناتا حبيبته ويكتشف انه كان وعدها انه يخرج معاها يوم الميلاد برضه. يا دي النيلة. لكن يتضح يا صديقي ان اصلا هيناتا عارفة مين هو كيساكي تيتا، واصلا هو كان معاها في المدرسه الابتدائيه وهم صغيرين. اتضح ان اصلا اول تعارف بين تاكاميتشي وهيناتا وهم في الابتدائي كان كيساكي تيتا معاها، وكان في اولاد كبار بيتنمروا عليها، واذ فجاه ظهر لها تاكاميتشي كبطل وهم صغيرين ودافع عنها وجري بعديها. ومن يومها يا صديقي وهي وقعت في حب تاكاميتشي، واتفقوا انهم هيتقابلوا يوم 24 بدل 25، وكل واحد مشي بعديها في طريق. لكن بيظهر والد هيناتا وناوتو لتاكاميتشي ما هذه المفاجأة يا صديقي، ويطلب يقعد معاه شوية، وكان بيشكره انه خلى ناوتو يحب شغل الشرطة ده وانه عاوز يكون شرطي في المستقبل. لكنه يا صديقي يفجر قنبلة في وجه تاكاميتشي ويطلب منه الانفصال عن بنته. ما هذا العبث؟ وليه عاوز ينفصل عن بنته؟ بسبب انه مجرم في عصابة تومان. ويأتي بالفعل يوم 24 ديسمبر، وللأسف الغبي ده سمع كلام والد هيناتا وطلب الانفصال عن هيناتا حبيبته. يا دي النيلة. وتبدأ هيناتا بضرب تاكاميتشي على الفور، بت ب100 راجل وربنا، وبعديها مشيت. خلص الحوار ده يا صديقي وراح للشلة بتاعته الجديدة علشان يتفقوا هيعملوا ايه بكرة في يوم الميلاد المجيد 25 ديسمبر، واتفقوا على الخطة ومشيوا. ويأتي اليوم الموعود يوم 25 من شهر ديسمبر يا صديقي، يوم الميلاد المجيد، ويستعد هاكاي للذهاب إلى تايجو، وتقابل تاكاميتشي وتشيفويو هما كمان، وكمان الاتنين التانيين كيساكي تيتا والتاني اللي معاه ده، وكله بقى جاهز يا صديقي. وبالفعل وصلوا الكنيسة، وأول واحد دخل الكنيسة هو تاكاميتشي علشان يتحدث مع هاكاي ويحاول يغير رأيه في قتل أخيه. وبالفعل بيقابل هاكاي، وطبعا هاكاي يعترض على كلام تاكاميتشي كله ويقول له سيبني في حالي يا صاحبي، أنا خلاص قررت إني هقتله وإنك مش فاهم أي حاجة. لكن وهم بيتخانقوا بالكلام ده بيدخل عليهم تايجو الكنيسة، وفي نفس ذات اللحظة جري هاكاي على أخوه وهو معاه سكينة ليقتله. واتضح إن كيساكي تيتا خان تشيفويو وتاكاميتشي وسمح لتايجو إنه يدخل وكتفه تشيفويو كمان. وفضل في الأول تاكاميتشي يتفرج، وتايجو حرفيا معلق أخوه هاكاي في الهوا من رقبته، لكنه تشجع وأمر تايجو بأنه يتوقف عن اللي بيعمله ده، وإذ به بيرمي أخوه هاكاي ويتوجه إلى تاكاميتشي ويبدأ بهتك تاكاميتشي، وبعديها يعلق تاكاميتشي من رقبته برضه. لكن بتظهر هنا اختهم يوزوها وتاخد السكينه من الارض يا صديقي وتجري بيها على تايجو، بل وتطعنه كمان، ويرد عليها تايجو ببوكس غشيم يوقعها ارضا. والمفاجأة الأكبر إن يوزوها عرفت إن اللي بيحصل ده كله من مين بقى؟ أكيد كلنا متوقعين يا صديقي، من الثعبان كيساكي تيتا. واتضح ان الطعنة مش قوية قوي، وكانت مؤدية الى جرح سطحي ليس الا. وبدأ تايجو اولا بلكمة جامدة جدا في وجه يوزوها تسقطها ارضا. وهنا يا صديقي تنتهي حلقتنا الاروع. دوس بقى على المربع اللي ظهر لك ده علشان تشوف الحلقة الجديدة اول ما تنزل. يلا بينا.